الام دي شافت كارثه ورا الباب. دول دانيال وكريستال، زوجين من امريكا وعندهم 3 اولاد، لكن علاقتهم مش احسن حاجه. هما الاتنين منفصلين عن بعض وعايشين سوا بنفس البيت بس علشان يربوا اولادهم. بس المشكله مش هنا. الزوجه كريستال كانت مرتبطه بشخص قبل زواجها اصلا بسنين اسمه جاك، وجاك ده بدا ان هو يظهر في حياتها تاني فجاه، وكان دايما يكلمها على السوشيال ميديا بتاعتها ويقول لها ارجعي لي، لكنها كانت رافضه، لدرجه ان الموضوع وصل ان هو يهددها، وكان حرفيا بيراقبها في اي مكان تروحه، لدرجه انها كانت مركبه كاميرات في كل مكان. ووصل الموضوع انه كان بيهددها بزوجها اللي في مره صوره اثناء ما كان خارج من الشغل، وقال ليها ان هو ممكن ينهي حياته لو ما رجعتلوش. فهنا الزوجه كريستال قررت انها تبلغ الشرطه علشان يحققوا في الموضوع، لكن ما كانش فيه اهتمام كبير لان كل ده كان عباره عن مضايقات على السوشيال ميديا مش اكتر. والمهم الموضوع بيستمر فتره كبيره لغايه ما بنوصل ل 14 ديسمبر سنه 2023. في اليوم ده دانيال راح لشغله وكريستال ودت اولادها للمدرسه ورجعت تاني، لكن ام كريستال كانت المفروض تقابلها في اليوم ده بعد ما ترجع، بس بدات انها تتصل عليها لكن ما كانش في اي رد. فقلقت وقررت انها تروح البيت، بدات انها تخبط عليها لكن ما كانش في اي رد. ولما راحت ناحيه باب الجراج لقيت ان هو مفتوح، واول ما دخلت جوه زي ما انتم شايفين لقيت ان حياه بنتها كريستال منتهيه بشكل بشع جدا. فعلى طول الشرطه وصلت للمكان وبدات انها تحقق، وكان اول واحد الشرطه عاوزه توصل له وهو حبيبها القديم اللي اسمه جاك. بدأوا ان هم يدوروا عليه فتره لغايه ما لقوا ان هو كان موجود في ولايه تانية، وراحوا حققوا معاه واكتشفوا ان هو ملوش اي علاقه بالموضوع ده وما يعرفش اي حاجه ولا حتى تواصل معاها، وكان في ادله كتير تثبت ده. حتى يوم الجريمه ما خرجش من بيته وكان قاعد مع اولاده. فبدات الشرطه انها تركز مع مين؟ صح، زوجها دانيال، اللي بدأوا ان هم يحققوا معاه، لكن كان بينكر كل حاجه ويقول لهم انها زوجتي وانا بحبها. بس بعد التحقيق لاشهر وفحص كل الرسائل اللي كانت بتوصل لكريستال اكتشفوا المكان اللي كانت بتتبعت منه، وهو مكتب شغل دانيال. وعرفوا في النهاية ان هو اللي عمل كده، لان بعد ما راح شغله خرج اكتر من ساعة وقفل كاميرات البيت وعمل كده في زوجته كريستال. والسبب لانه كان في البداية فاكر انه لما يضايقها كده هتخاف وترجع له علشان يحميها من حبيبها المجنون، لكن لما عرف انها بدأت انها تدخل الشرطة وممكن يتقبض عليه هو ويخسر كمان اولاده، قرر ان هو ينهي حياتها. وعلشان كده كانت الرسائل اللي بتوصل لكريستال فيها تفاصيل كتيرة محدش يقدر ان هو يعرفها غير زوجها.